بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس 12 دروس بلوغ المرام، بيان بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن حجر العسقلاني. يتمثل مازال غاكت كتاب ثاقيني تفسير ديك السيد ويزمر بلوغ المرام يوثن تكتاب ثما كاين الزرام يتحصل مرة تكتاب في ساعة نزال ذا القرآن تكتاب يجمع عليه الرشد الأحكام الشرعية الأحاديث النبوية ما كانت حصام لانت الأحاديث فرقنت دي كتابين، ولكن في كتاب ثاقي إذا نشرح كبلوغ المرام تجملت ثبوي ديالك الأحاديث يقعنا أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام نبذا كوين يعني الطهارة الوضوء إلى آخره. نكشم دي درسني عندنا باب الصلاة، نبذا ذي باب المواقيت، كتاب الصلاة نبذا ذي باب المواقيت. بعد الساقي ما يرضى ربي باب الأذان والإقامة. باش هذا كوني غايث مثلا سمكتي كون سمكتي باب المواقيت اللي عدان ربي سبحانه في سورة النساء الآية 103 يناد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني سيدي ربي يقدر يكتب لنا مرة باش نكون تظلي تسعى الوقتيس، تسعى الوقتيس المحدد. نشرح دي الدرس اللي عدان الأوقات تظليث نكون تظليث الوقتيس نفكات التفاصيل ونناد حتى نشرح ومقار الوقت الاختياري والوقت الضروري. ند مثلا تصليث العصر ما يكشم الوقت مثلا في 24 مثلا ذي الوقت الاختياري يوسع 24 الخمسة 5 ونص 6 إلى آخر 6 ونص يك الوقت ثاقي كامل قرص الوقت الاختياري. الوقت الاختياري بلا شك أفضل الصلاة ذي مقدمة الوقت ما يكشم كان الوقت، ولكن السيطرة ذنوب ما تزلط ذي الوقت تاقي ذي لا بيريود تاقي ويقال الوقت الاختياري مي قريب هذيك الشم المغرب ذي يشم الوقت الضروري إلاق تغيولض باش تظلي في العصر قبل يعني هذي غلي يطيش. نوضد نشرح داوت نقطة مهمة بالنسبة للصلاة النافلة. لدي مثلا صلاة النافلة لان سين صناف لو مقارن النوافل المطلقة. دوزيام كاتيجوري قرنس النوافل ذوات الأسباب. النوافل المطلقة ذي نوافل كيثورا نزول المغرب نزول ركعتين، نزول العشاء نياس ركعتين، في 10 نصبح فالزاد النافلة الظل في يمانك. صلاة النافلة المطلقة يعني أتزلظ أين تبغيض تزليث الزيادة من النافلة صلاة التطوع ماشي الفريضة الفرض. الصلاة الزيادة صلاة النافلة تجي قرص المطلقة في اللون يقارن النوافل ذوات الأسباب. شو در السبة؟ مثلا ركعتي الوضوء من السنة أنه مثلا ميقو غلوظ ذا جديد هذه زاد ركعتين. مثلا في 11 الصباح يتوضأ طهر مازال يتوضأ يبغى ذي الوضوء ذي الزدي. بالمناسبة لأنه قال بيفكر بالصحة لفذاس الوضوء دائما تلاقي النعمة وديني غاية مثلا ولو يفكر بالصحة إلا قد يفارس ثاولي تلاقي يعني الصف مريض مادام يلحو يكركن الصباح ولو كان في 8 الصباح يفاس وخامس هذه الوضوء هذه مريس الوضوء ما شاء الله ذو النور في يمانيس ذو لاجار الملائكة الدوار ديدس الخير ربح ورزرارة بالك داس لاجريس ديس الموث أثي الدف زدي سلوضو تاقيوني الصحان إلا هو مثل الله غالب ورسميرا راه يتفلوض وطاس وإن لا حرج أنه يرجع ذلك إلى وقت الصلاة ما يكسلا غير الشيخ الآن الدم نقرأ الظاهر ديال الوضوء وهذه الصلاة تجي قارنس ركعتي الوضوء مثل الوضوء صلى ركعتين من السنة. قارنس ركعتي الوضوء شدنت غالوضوء شدنت ركعتين قلنا نافلة غالوضوء تقيم قاثقي نافلة ذات سبب. ما هو السبب؟ ذا الوضوء. تحية المسجد ثوار القيمة كيش مديون يوم ديون ثوار هذا يقيم ذاك يحضر الدرس من بعد يغليس الشغل يفرض برا
إميد يكشم هذه الظال ركعتي تحية المسجد، قرص تحية المسجد، التحية للمسجد سببها دخول المسجد، فكذا صلاة ذات سبب، يعني نافلة ذات سبب. صلاة الكسوف كيف في كذا مرة قرصن النوافل ذوات الأسباب. طيب ثورة سؤال من الخلاف ثيكوال أتفضل يون أتيشم مثلا بعد العصر كين صرا وقت النهي منهي عنه صلاة النافلة، سي العصر ألما ذي المغرب ممنوع النافلة، تاكين شرح سي درسني عدل ولكن ديال كاين يكشم غد قبل المغرب، يكشم غد الجامعة نص ساعة قبل المغرب، فلا رجعوا تصلي داخل الجامعة أمشي على خدمة أتصل ركعتين نخاطي كذا كين ياك تخدمو يقرس أي غلط هم السنة تكسل المشاكل سيتادير ما إلا يونيك الشمد يزور ركعتين لا ننكروا عليه واش القرار ثرويث بروي في الله خاطئ، أخذ برأي فقهي يدهنان الإمام الشافعي، ورواية أيضا قوية عن الإمام أحمد، وكذلك قول الإمام الشافعي إن يجوز باش أتزلط تزلط ركعتين ذوات السبب. النافلة المطلقة ممنوعة تزلط ديال العصر المغرب، ولكن ثقيت الساعة السبة تكشمض الجامع تزول ركعتين في قيمة. الإمام الشافعي ند بالجواز، ورواية قوية عن الإمام أحمد أيضا، ولكن جمهور العلماء الإمام مالك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في الرواية المشهورة في مذهبه الكثر العلماء لا الطفل بظاهر الحديث إدهنان ممنوع تزالة النافلة. هذا نشوف الإنسان داس فلو كان يتمثل تلاقي لها الفقه ذات لها الحذاقة، الفقه هاكو تصرف كاع الحو كيف مثلا لكن كنت دني غاسني أذكر تزال الشفعة وكذا الوثر نولف تنصلى مي زولت الشفعة ركعتين السلام عليكم أرنو صلاة الوتر ركعة يوث والسلام أكين زالا إما إلا دياسيون ونسينا الفقه هاكي هذه الظالي السنة تصلي الشفاعة الوثر سورتو ديال رمضان حكاو انت ماشي في الموضوع هاكي ذا دياوي الشفاعة الوثر أثنتيس كل أماكن تصلي المغرب يخدم الفتنة ومخلوق هاكي يخدم المشكل ومسينا نغد يوم الجماعة يوم المخلوق هاكي نزوز طريقة هاكي سقر سبحان الله الغرسن دا غلط يتسوم اسمي فوق تصليت الناس يا جماعة حلوين والسين مرا الشرع يجي حتى سوال سوال تكشوكا داخل الجامعة وكذا إلى آخره وراي الحداقات يعني يا ربي يوثي واف وإذا غادي يروح يوم غير ثاد وسنية بيبريكان شوية كان كيطفن هذه وضردين هذه خدمك ولا 4 5 مغار مقيما هذه شمكان الله أكبر غادي نتقوى مغارس فينا شوية مزاري ثقيل خير النافلة لا تجوز وتجوز راه في غادي نغتلها شوية الحداقة لا حرج ما ثقيم وصل ركعتين عندك جمهور الفقهاء يذيك سيتادير ماشي غير الزور دار السيد الذنوب أذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو كان قول واحد ينبوى وتسمو قد غير سمغار ضبرنا قريس بما دام عندي جمهور العلماء يذي بوركو تخدم المشاكل وإذا جاي يثبت البشر ديني غير أمنا تحوايج ثوسني تحوايج تصرف كاع وقلق في مرحلة التأسيس والبناء باش تبنوض المجتمع ذيني وعرم يصعفن أطاس يوث طيب في جالس بكثي كانت ورا غنكش مساكين باب ناقلات الشموكي أفضل الصلاة اللي والحديث ذا غاتستفكر شوية الحقيس إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود حديث رواه الإمام الترمذي والحاكم وغيرهما إن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها نخدموك قرزنا طاس يفضل ربي سبحانه فصليت ذي البداية وقتيس ميكش مكان وقتيس صليت تاكيش نشوفو أدنوي فقه الحديث ذا شوك الأحكام أدنى نشفل سي الحديث هاي الحكم مزوارو أفضل الأعمال الصالحة ذي الأعمال الصالحة تصليت خاطر نتاع بارونتيز تفضيل مثلا يلقط الزبور يخدم ثلاث حرث مثل الشيخ يدن يتصليت أسير كرات الصلاة الله كيني والخدمة عبادة الحوضي فلفل طوماطيش البصل الدحيس الخضر
الخدمة عبادة أشو كتظل يا ولدي إلها فلفل لا طماطيش إلها البصل إلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأعمال ثورة ما السعد العذر قريبة تفكر مثلا الوضوء السيطرة باش تواحد الوضوء تكون كان يفعذر إلى آخره إلى آخره. مولاش تساعد تساوي لي فاسنيك توضا الزلط والسلام كمل تفلاحتك كمل خدمتك ثيسم والهضره في هذه لعبه الديمين وذو الكارطه وكذا هذه القهاوي وكاني ربي يهديهم. بيان عظم الصلوات الخمس باش غادي في النبي صلى الله عليه وسلم 5 زولاقيت مثلا عظيمه جدا، ساعه القيمه ساعه الشان ساعه تزال ما شاء الله. الشيخ عبد الحميد كشكف لا سي عفا ربي قال لي مثني اصلا الشيخ شو السير من ربي سبحانه سوتي مغرنا يعني يخدم تصل الخير يخدم الدعوه طاس يستقصر ديك سوت ماركي غير تسوق. الشيخ الغزالي ماركي والهارين ديالنا اين يذما يفغ الشيخ الغزالي قبل ذي مثل وحده قولنا مي با شويه يقدر ربي زرت الخامس. الشيخ شو السيريمض انك السيريمض ودفن في البقيع يعني ذي المدينه المنوره ماركيات قادره تسوق المدي بالخضار يزول يروح يخدم الملتقى ذي الرياض عاصمه السعوديه فيه ثماشة فيه تفاصيل اذكرها لضيق الوقت. من بعد يبذر ذين يموت ذي الرياض من بعد ربي تقدرا باش يدفن اذ ينطل ذي الباقيع ير اكثر من 10,000 من الصحابه السيري. الشيخ شكناش شو السيريمض انك السيريمض اتفر روحي وثمثا انك ذي السجود الهار سمار كايت مثلا السميد يبغض الخضار ان الشيخ عبد الحميد كشكي يموت وين دي حكاني راسي عليك قبل دين الله ديني السيريم اذي مثل ذي السجود يا درام كي ثغرا اين كي ثغرا اسميك تضرب بروح غير مصر لا نوراوي خميس سنه تصلح غرس وكذا وكثنيد ثمثلت السجود ذوك خامس صلاه الفجر يطول في السجود دغا السومنت كان كيغلي يعني يناس ميس محمد يناس يما هي اثن يبضل الغيس نورمال تو فا بيان مع ربي سبحانه خدمه تقرز المهم بد يكون مخلص لله سبحانه وتعالى. اذا الصلوات الخمس عظيمه جدا الى قسمت في كازال وكانني اريد ان ابعث رساله في غاش كاع ثغرات يوقف الاستقرار مازال الحال سيدي هضو ربي ساعات نكخامنا يتواشولينا كذامنا يتمسلينا يخدم كل شيء بيان مثل صليت الله ينوب يقراس كان مازال الحال ارضي مورد ان شاء الله. نقطة الثلاثة استثناء صلاة العشاء. صلاة العشاء يستحب أن تصلى في آخر وقتها المختار يعني تعطل ما صلت في 10 قضية خير ما في 7 ساكن ماكسيموم. هذا هو الحديث حديث الإمام مسلم نيميرو ينس 638 ويفان والورس الحديث أكيد ديال النبي صلى الله عليه وسلم أشوي سمي الصلاة في الأخير إنه لا وقتها يوخريت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الناس إنه لوقتها يعني المفضل لولا أن أشق على أمتي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وليفغار يعني يحملنا أكثر مما نطيق أن نرفض أكثر تسمرثنا تضيوني عيا هذا مسافر هذا الزرق روح هذا تصفي مانيس الناس الوكيل وقت يسيلها ذا شو الفغيغارة هذا كلفغ الأمين أكثر تسمرثيس هذا وإذا غنادي درسني عدم طهور ذو ذاك الفذو ملكني يطيش يقصح خير السجره كنيه تبردها هذه اسمها شويه الحل ماشي السجره الماء المغرب السجره الماء المغرب تفوق بحال النيه يا صمام لا جيت كان يفغ يطيش النيه قوانا كني من بعد صليت قبل هذيك الشمل وقت العصر كني صليت الظهر هكا من شرحتي درسني عندنا سورتو نزدا الصحراء في صربعه حصول فضيله التعجيل بالتاهب للصلاه الفضيله كاين التعجيل من المسيط الأذان خدمض النية تزلط تهقض يمانيك سحموثي دامان فكتي دامان تشمض ذي الجو اللي تصليت ستيأس الوضوء إلى آخره أقلك ثبض فضيلة التعجيل ثبض عوين يصير فايدة إن شاء الله. ثورة أن يشم باب أجديد باب الأذان والإقامة هذا لن تتصل الأحاديث ولكن ذوي معظمها
أولا كلمة الأذان وكذا الإقامة زي تحصل، ولكن ده سميتني الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. شو معنى الأذان؟ ده الإعلام، ده الخبار، ما نسالي الشيخ هذه يذن يفكى الخبار باللي يشمل وقت نصليت، ولكن ماشي كي نقفها أكن ديوس هذه السنة اللي خاكنا الشيخ لطفي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان السمس مرة وكي معنى الأذان. طيب إقامة الصلاة معنى إعلام بالقيام للصلاة بذكر خاص، ولكن إذا قلت لا يا الشيخ لطفي أو الشيخ علي إلى شغل الشيخ لطفي مسؤول عن الأذان ولا الساعة سيدنا يشمخ الأذان يحبس كيني بلا ما ينايل ديري الأذان كان اسمه فرات من الإقامة الشيخ علي سبحان. شوف الحلقات رقا والله ملي. لذلك الشيخ ما يبداش الإقامة ما يدوس الشيخ ما يدوس الشيخ باش يعني يكشمت باش هذه الزاري يسمى غادي كان الشيخ غادي يخدم الإقامة هكذا صافي يولي ريسبونسابل في الأذان وهذا ريسبونسابل في الإقامة. أيوة ودرك الحمد لله كانت تكنولوجيا كل شيء معلن شحال دقائق غير الأذان ديال الإقامة ما شاء الله. طيب الأذان يسعى الفضل ذا مقرن أما الشيخ لطفي أما الشيخ كريم أو كذا المؤذن وكتدنن أسيني النبي صلى الله عليه وسلم ياسن حديث مروه الإمام مسلم حديث نمر الحديث 387 387 شوفوا تو كتدن إن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة الخير الربح وقادر يرفض الأذان يفكر صن ربي الفضل يوم القيامة أسنذك ربي تغزي إمكارض نصن غزي فيه خاطر يرفعون الأذان أدفن يوم القيامة ثم إلا كان دنا كاس يغلط فيهم مشا كنت نخدم نعرف إنه كان واحد alors هذا الحديث 387 برقم شوية سيدي مير حكمهما يعني الصلاة والأذان والإقامة فرض كفاية ماشي ما يكر الشيخ غادي الأذان غندناكو يون يكفي يسقط الإثم هذا مين تقخم لغا جماعة الخير الغاشي يقخم جامي تدن ذوك خامش مرات أساسي مش قرار توجوز شفت سي صلاة كيشوي نفكا وكذا ارفع الأذان ماشي دا غنمشي نض الجيران دا غاشي نسولت كون الله غالب هو حق ربنا سايم تموت اشكيت يقول تسخدم الحاجة كان كيشطح شفي غيون واسك يقول باطي ما كاين تصيدنا غير كرمونا يوم الدم فغندا اشو يضر اشو يضر الأذان في الأذان ذي الأذان ولا شوال يعني يروح لك ذي الأذان لكن الله غالف ما تاخذ بيتيسيون يتفضل بيتيسيون انسحر من بيتيسيون الأذان بزاف اسيدي بابا راش هلشاني مغار هلشان عيان اشو ذي الأذان الى اخره نسال الله الهدايه. طيب سيدي فرض كفايه تلاوين الى الحديث الامام البيهقي 408 نيميرو 408 إن ليس على النساء أذان ولا إقامة سامبليفي ديريكت ثمطس نورمال بلا الأذان من الإقامة. حديث آخر ذاك يا جماعة الخير أمشي دوس الأذان ها طران نخدم الأذان ستناقوست ناسي سوغان ناس واشو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة إن يسن آمش أنسوه الخبار ينسلمن بليك شمخ نصليف الصحابة غتخمم منه وكذا إلى آخره يولي سن يرقى اسمه عبد الله بن زيد يرقى يا الله ثارك تشكيت إناياش نتسد يحكون تورا عبد الله الصحابي الجليل إناياش طاف بي وأنا نائم رجل فقال الصلاة كانت تصنموا منين يسديهم برقاز إناياس هذا ماشي اون ديتاج نحكوهم بعد هذا كان الحديث باختصار يحفظيت الناس دين الله أكبر يبوي داك صيغة الأذان يحفظيت يبوي دين في صلى الله عليه وسلم الناس يرقى ديال المنام أكا الأذان هذا غاي الناس ميدي وضرقت بعد ذي الإقامة من الإقامة يحفظها سلسلة قد قامت الصلاة أكا أما ذي الأذان من الإقامة إن هذا الصحابي الجليل إلى فلما أصبحت
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ديريكت يكرد الصباح ديريكت النبي صلى الله عليه وسلم يحكي يسد ثم شاهوت ثاركي ثشو يرقع إن النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق. خلاص إذا غادي وقي كان رنطف إذا غا يستنيا في الناس يكونفيرميت ذواقي أرنطف ذي الآن إذا غا يخبر سي الصحابة وإن كان إن يسفكيث بلال فإنه أندى منك صوتا ما شاء الله يولي يرقع هو يعني صلاة الظهر وسينا لنا أسيتانا كي بور موا شو خسري أمين كورقا غاد النوية الزمان يسوع تغنات كورقا شو تفكر يوايا خاطئ يطفك أنا مكانيس يطفك أنا مكاني شافنا دمندت بركة وتسيار توضى مكان بويا يقال صدق زيك الحكامة منزل أني يختفيت كان طيب سيدي وقال الحديث الصحابي يوسف هذا الإمام أحمد والإمام أبو داود وصححه الإمام الترمذي. طيب ولكن زاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. فصليت الفجر صليت الصبح السلمة كل شيخ أدير الأذان الله أكبر الله أكبر ميبض أديني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أسدي صفر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ذاكي رواية من الروايات نجيب بعد النقاش الحائوة ولا طريق رواية من الروايات إن يخي والواس بلال بن رابح يكرد قبل الفجر يعدى فخام النبي صلى الله عليه وسلم يولى السيدة عائشة يسلم في الناس السلام عليكم وعليكم السلام هذا غير يستقصد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يتصل غيكر الناس مازال يتصل هذا الناس إناس النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء إذا نامت عيونهم فقلوبهم لا تنام. الأنبياء غاس يتصلوا يتصلوا لكن وليسوا يتساهلوا إناس النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم فصلي خير جلس وقال لي الدليل اللي متبيله لاش تيبونا كذا يوضا اسمين بعد ثنيا السيدة عائشة عدت بلا لناك اشي قال فصليت خير جلس صلاة خير من النوم الزمان سينا شو ثيونك هو ديجا يبوظ باش هذه السنة يوضا الأنبياء واش يدير شغل انكومبيتون باللغة المعاصرة شو يتيبونا الشغل كذا النبي ماشي الإنسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقولوا له يرددها بعد حي على الفلاح من كل أذان فجر يستنيا يستغ من كل 200 ناحية على الصلاة حي على الفلاح أسدي السبع فصليت خير كيضص الصلاة خير منه. قال ابن خزيمة عن أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. الحديث هكي يوسف هذا الإمام أحمد حديث 43 أبو داود الحديث 499 الترمذي الحديث 189 ابن خزيمة الحديث 371 معنى لانت الأحاديث ويا يديو كذن أولاقي تصليث خير كذس. فقه الحديث ثمزوروث استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني بشأن وسيلة الإعلام بدخول الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة إن يسن آمش أرنسيوض الخضار ينسلمن باللي يكشم وخنصليف يشاورهم ثقف حد ذاتها مهمة خاطر ربي الناس وشاورهم في الأمر يشاور حتى في أمر إن كان عنده علاقة بالعبادات والشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وهي الأذان والأذان كيتمثل سمعتي اش كيف اشو الى الناس الله اكبر الله اكبر ذيك تعظيم الله عز وجل تبجيل الله عز وجل فيها اعلان التوحيد اشهد ان لا اله الا الله يعني عقيده توحيد ربي وما ليس شريك واشهد ان محمدا رسول الله كذلك اعلان عن رساله النبي صلى الله عليه وسلم رساله النبي ذا الرسول بعد حي على الصلاه فتصلي تنساتي تجديد الدين الإسلام تجديد تنقرات تصلي حي على الصلاة من بعد حي على الفلاح التلف محمد الظلم إلى آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني العناوين البارزة للإسلام راهي محتوات
أثنتين داخل الأذان. سبحان الله، سامبليفي، يكون الإسلام سامبليفي ذي الأذان. أيوة. طيب سيدي، في سنة عبد الله بن زيد ولا ذي المنام كيف نحكي اسمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر تخمم مثامح ولا ذي المنام يون برغاز يسيد ذي المنام يحمل ناقوسا يرفد تناقص كفوسيس إذ غادي المنام عبد الله بن زيد إن أتبيع الناقوس ما يتنص الله تناقص تني نسيب يغفلني الأذان بور لوي غا ريستانطون هكا أما كيخدم كذا كي نظن تخيل سوا ما تفعلوا إذا شاخذ مضيس إن ياس ندعو به بالناقوس إلى الصلاة سنزيت ولا ذي المنام بنغ في الإسلام الخير ها ذي المنام ماشي كان ذي اليقظة الور إنيس أنستنطن تناقص تني أتصوني هكا باش الغاشي تصنع الظلم باش سينا وركاز ذي المنام إنيس أفلا أدلك على ما هو خير ما كديني غينيف تناقص تني إنيس بلا أفكيد إنيس قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان إنها بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق وبعدين ذينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بهذا الأذان يفكد الأمر أن أوردر باش طبقا الأذان الطريقة يجي ويسلم في ثلاثة دل على مشروعية الأذان مشروع في رابعة مشروعية إفراد الإقامة إلا بالتكبير في أولها وليس الإقامة مش من الأذان ما يخدم الشيخ الإقامة أديني الله أكبر الله أكبر بعد الباقي لا يكررها ودي قرأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله من الأذان خاطئ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله إلى آخره هكذا في خمسة استحباب قول المؤذن في صلاة الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين ثقينا الثورة مستحب باش أديني الصلاة خير قيضص مرتين بعد حي على الفلاح. هذا الأول حديث واعظ يشد دائما الأذان عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن إليه ولا بلال بسيدنا بلال إنسان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يعني وأتتبع فاه يتسوالي إيميس ها هنا وها هنا باش يعني يرفع الأذان وإصبعه في أذنيه مع المقصود بالأنامل الأنامل مقدمة الأصابع سواء المؤذن ما يخدمك من السنة اللي يخدمك وديجا من الصوت نتسغى يفرز أكثر وثي ميتريزي أكثر ودي فور أكثر سورتو أن دولاش ميكروس ناقية زيك زار كتدل هذه اللي في غيت غادي لك في الصومعة القنينة هذه خدمك يرفع الصوت وليس حتى قراءة القرآن مسؤول المقرئين الكبار الشيخ الخليل الحصاري الشيخ سديسي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خاصة في التجويد هذه خدمك غادي تحكوا هذا مثل الرواية في الله يذكركم بالخير ما زيت الدونيث الفلس يعفر بما يموت ثم قرآن يواس لي مصر سبحان الله نقيمك المغد فكاني وندير ديسيونا وندير القرآن إذا غنقيم أنزل شو مخلوقاكي سبحان الله ذات الغال ويتسوالي يرنا ذا معذور ورسالة دار يسعى كان يون يكشم ذاك اللي مسكين دا مغار يتفكر سيث مثلا سبحان الله جامي السليغ الصوت منا ذي الحياة جامي يا لا إله إلا محمد رسول الله كان يلون القرآن بالصوت الذي يناسب المعاني تلوين المعاني حسب الصوت تلوين الصوت حسب الصوت حسب المعاني يعني شفي حتى الآيات يغدي غرا من سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة يفكي يسيو العجب نقيمة كني في حيران فغاد ناوي الوسائل تاع التسجيل ونسعى الكوراجين فغانا زاد ناوي خاطر يشد ولكن مخلوقة الله يذكركم بالخير ما مازال الحي خاطر ضمار المقرن من فلسي عفو ربي من بعد ندخل المقرئين ندوا كيف كاس ربي الموهبة وحدس ميك تزار صلاة التراويح ولا مسجد اسم راس ولا جامع أن يزول يشور الجامع يغال تزال ذي فرا ديوث الساحة اسم الساحة العتبة ونسن المنطقة ني دينا كشيخنا ساحة العتبة ذينا إنك شحال بوسانيك الزول
حبس المسواق، حبس التجاره، يحبس كل شيء. ولاش الجامع يرفض؟ خاطر الصوتيس القوي الجذاب سبحان الله يستميل قلوب الناس. يعني في ذلك اكسبري باش يصنفك يعني دعوه الخير هكذا يصنع. الحديث يقول الاسلام رواه الامام احمد والترمذي وصححه. ولابي داود انك لوى عنقه تولي من المؤذن ميدي يبض حي على الصلاه حي على الفلاح، هذه خدمك حي على الصلاه وحي على الفلاح يدويرك ذاق الروس كان يدوير ثقي ذاق من ولم يستدر معنى جسمه ثابت. لو كورينس يقيم ستابل تجور القبله، ولا من السنه استقبال القبله. الشيخ مريض الذم هذه ذنا كان القبله ماشي غادي قابله كذا غيتدن خاطئ القبله. من بعد ما راه يضحي على الصلاه حي الفلاح هذه الدور كان كشويه قروس هكا. هذا الحديث يناد لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا أكا في فوس في الظلمض ولم يستدر معناتها الكورينس يقيم ستابل يقيم ثابت أكا نحو القبلة. فقه الحديث مشروعية الأذان من شعائر الدين. الأذان من شعائر الدين الظاهرة يتمزوث في سنة استحباب استقبال القبلة. مستحب المؤذن ما يذن أذهر قرص القفلة هكا، ولكن ما يرزن ذا النظام ماشي الحرام يجوز، ولكن مستحب باش يثير القفلة إلا في الحي علتين. يعني مدينة حي على الصلاة حي الفلاح هذه خدمة قروسك فوس من بعد فوز الله. طيب في ثلاثة استحباب إبلاغ الأذان للناس بأية وسيلة مباحة مثل مكبرات الصوت. غيردني غاولاكي خاطر الا وندا قارناك رفض الاذان بلا ميكرو اي غير خاطر ماشي السنه، ولكن المقصود سو ميكرو ثاقي باش هذا يوصل الصوت ذاك صافي ذي الوسيله. مادام ذي الوسيله وتقرا ذي الحرام لا ذي الحلال الاصل فيها الاباحه. اما كي كنت غير الواس الخيوط اللي خدم مثلا ذي الجوامع ما خدم الخير باش كان يسقم الصف ذايا كان سيتادير ودنا لا وكان ديني الشيخ متخدم مما راه الخير تصل حتى قبل ربي اسيني الشيخ لا خاطي هذا شو العلاقه قال لي الخير راك تصليت، ولكن ما خدمت مذانا اما في شكل رسومات تمثي كذاكي الله يبارك الله مكتاكي تتوارص محدث اندولاش خدمن سكوتش خدمن لا حرج تيجي قراص الوسائل. والعلماء فكانت القاعده ندهف شو دنان نند الوسائل لا حكم لها، ولكن الاحكام الشرعيه تتصل بالمقاصد. وزمادي حاجه ميكرو ثاقي ذي الحرم ذي الحلال ان غلا باراكي لا كاميرا ياكي ذي الحنا ذي الحرم ذي الوسيله ذي الماتريال ما استخدمت كوين يلها مثلها ما كوين دير ديريت وفرات. الوسائل لا حكم لها، اما الاحكام تتعلق بالمقاصد. ذاش استخدم الكاميرا فيديو بارابول يوين يصلحن يجوز يوين في السذن وريجوز بوان هكا. اما الموس هاد تصغر يوين هاد تصغر يوين ندير هذا. ذا في صرعه استحباب تحسين الصوت يلها المؤذن ما يرفض الصوت في الزينه كاع في شبحه كاع الصوتيس شو ساعه لو ماكسيموم خاطر نشفها انه ادعى للخشوع وادعى لاقبال الناس على الصلاه. ايوا شفوا بس وليتيديون ديال الجامعه في باب ديال الجزائر ان كثر صلاه الفجر ابيبيريك سي الكانيتين يتزال في العشره خاطر لا كاتيجوري المسلمين تزال الفجر العشره 10 وربع العشره غير 4 يبان مثلها فينا الصباح كي والله عرفتي 3 ونص 4 عرفتي من الصيف وكي مخلوق يحكي دينا والله كيما تزال الفجر مثلي غير فلاني يولي في كاس ربي الصوت الخير ربح مثلي غتكرخ فهم المقصود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام ابو داود الرقم الحديث 499 اسمي عبد الله بن زيد يحكى لمن النبي صلى الله عليه وسلم كنيه بعدين القيه الى بلال صفاتي بلال فكيثي بلال ذنت ساغر يذنن اي غا انس فانه اندى منك صوتا انس صوتي سيقرز
يلهم أكثر. ماشي المعنى يستورا وين الصوت سيدي ربي أيدي في ربي مرحبا، ولكن يلهم ما إلا نفاوض الساعة الصوت أجرس الله يبارك لا حرج. أيوة ذا غير ذا الحديث رواه الإمام ابن خزيمة إن أبي محذورة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. يعجب في الصوت غير يسلم ذاس من غير حفظ الأذان. طيب إلى الحديث واحد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة أو مرتين ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. إن الصحابي الجليل ظل أكذن في صلى الله عليه وسلم العيد القرآن العيد مشطوح عيد الفطر العيد مشطوح أكذ العيد الأضحى العيد القرآن إنك ما تشوف تكلت ماشي سناث أكثر إنك بلا الأذان بلا الإقامة يا أخي تظلمك صلاة العيد تصفد الشيخ هذيك الظليث العيد بلا الأذان بلا الإقامة إذا ما شاهو شفيغ يباس يجيو الجامع كان بخلقة كني قالوا في الشمال حضر الدروس وكذا هذه فرات صايمين يتهللوا يا سيدنا الله أدور صلاة العيد ثلاثة ألمي كيف انتصرت فهم غاش سقرنا بشكل يوني الناس غير تشي الله تزال الناس تراجعوا غادي يدن الشيخ أتراجعوا غير نظرا نحكوا غير نظرا أتراجعوا غادي يدن الشيخ خاطر صلاة العيد سنتي قدام كسكواس يتسو باللي تزاريت العيد ماشي الثلاثية غتسل الأذان يقيم الراجل ديال برا غادي يسل الأذان ويسر الأذان يقيم أنا متفات صلاة العيد فهم الرسالة وثقيل حكم شرعي تزاريت العيد بلا الأذان بلا الإقامة. أما تزاريت أما العيد مشطوح العيد الفطر ولا رمضان نهاية رمضان أما العيد ثمرت فقه الحديث ثم سؤال صلاة العيدين الفطر والأضحى لا يشرع لهما الأذان ولا الإقامة ولاش الأذان ولاش الإقامة في سنة الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة فقط. أما صلاة العيدين النوافل ماشي مثل كراسة ركعتين غاتدنوض غاتخمض الإقامة خاطئ بلا الإقامة بلا كثر صلاة الاستسقاء ثنا الهواء صلاة باش يديفك ربي يفور يديفك الهواء صلاة الكسوف في كذا مرة والحوايج نتاعها لا الأذان ولا الإقامة صحيح. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. حديث متفق عليه يشوف غير الإمام البخاري أو كذا الإمام مسلم مثل المؤذن أي تدن أكن دينا ينثد ينادى الله أكبر الله أكبر أدرني كيف ينادى أشهد أن لا إله إلا الله أدرني أشهد أن لا إله إلا الله إن سوى ما عدا ما ديال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ذينا أدرني لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله. طيب فقه الحديث نقطة مزورة استحباب إجابة الأذان بمثل ما يقول أكن دينا أدنيني في السنة مدي وضحية عن الصلاة حي الفلاح دين لا حول ولا قوة إلا بالله في الثلاثة الأذان عبادة جليلة عبادة جليلة والقرآن فرطيس. طيب ندير التفاصيل هل يشترط الوضوء للمؤذن ولا كذا في كذا كيبانت الأسئلة ولاش لا داعي ثورة نروح شحال مازال الشيخ الأذان 20 مالا صلاة فيتاس. حديث واحد آخر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة رواه الإمام النسائي. وكذا غيرها يعني ير الأذان وكذا الإقامة نسعى دقائق قال خير الربح ميقدن الشيخ قبل نكرر صليث لا بيريود المدة يجي ربي سبحانه يقبل الدعاء لا يرد الدعاء صافي لا كان بروفيتي إلا كان بروفيتي يلها سي بون هذا استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة
والدعاء من أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. ماش السبب الوسيلة يقرزنا طاس أنسبع البلا ودنوي الفايدة أم الدعاء، وسورتو لقا نبروفيتي أوقات الاستجابة ذي السجود إلى الحديث دينا ولاش نبدا يقرب ومذان غير ربي سبحانه أماكن ما رايلي ذي السجود أن بروفيتي أفك الدعاء سيد ثلاثة ذا ير الأذان ذي الإقامة أكاد سلام ثورة ير الأذان مردين الشيخ قد قامت الصلاة ذا ما ثكث لهو كثو يفور. شوف الانسجام حتى مع أحداث الكون لهو ثكث ذا شدنا اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا ربي فكد الهوى ينفعا ماشي ذهين يضرا خاطر ما ثوغل الهوى حملت ذي الحمالي أتصل خسارة داوي. من بعد أرمي الدعاء بالشفاء بالنجاح بالستر بالعافية بكل شيء. لد أوقات الاستجابة إلى قبل ما أنت فيزي بيان أنت سيبلي أوقات الاستجابة ذي السفر ذي المرض شحال السبات يقلم. على كل حال الوقت لا يسمح للتفصيل. ثورة أنا أروح حديث أنكر مهم جدا نختم الدرس بوسا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الدعاء المؤذن يأذن نذفعيث يفوك الأذان أدنيني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحديث يصح يستفرد الإمام أحمد رقم الحديث 657 يستفرد الإمام أبو داود رقم الحديث 205 يستفرد الإمام الترمذي الحديث 1164 وقال لك الحديث سفرانتي دي صح. المعنى يس مكفوك المؤذن بالآذان أدنيني اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الدعاء يجي الأذان يجي مرة والصلاة القائمة صلاة الدائمة آتي محمدا يعني اعطي آتي معناه في كاس محمد صلى الله عليه وسلم والله يستاهل يثمثل يستاهل تاع صح باش اسمك الدعاء يجي الوسيلة يجي منزلة في الجنة يخاك ذيوث درجة ذي الجنة اسمه الوسيلة والفضيلة الفضيلة جاية مثلا ذيوث درجة علي أكثر من الوسيلة مرتبة زائدة يصدق الحديث ويض يمدنا في الوسيلة إنها منزلة في الجنة أم كان جيد الجنة إن كيف كثر ربي يون سي العباد من عباد الله يون سي العباد ربي سبحانه يليس أرجو أن أكون أنا هو يفغى غادي يوض نسا الحديث هكي صحة يسوفغي هيد الإمام مسلم رقم الحديث 384 وين يبغى يوضع الورس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسيرين يسعى الحق هذه السيرم يرنا يستاهل إنك باش يفك بدعائك نسيف الدعاء ذي كل شيء ولكن كل نفك الدعاء أسيني يا ربي فكاس الوسيلة درجة علي الفضيلة درجة الزيادة وابعثه مقاما محمودا. ذا شو ذا المقام محمود الشفاعة العظمى. جماعة الخير ثقيل لافير رابحين في لافير يعني نكون نربح دي لافير خاطر يغير نكون كيربح ثالث نفكاش شوية الدعاء ونكون نربح وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته خاطر ربي وعدي تسيفك الشفاعة العظمى ما تجيش مع ربي الأولين والآخرين إلى آخره يقول الموقف جلل الموقف يوعر طاس ذينا آدمي أذقل في ناكل الغاشيني أندى روحي أسقر نروح آدم إذ برق الرأس بس نسيت في فثنا أسمع ظنر آدم يا آدم كذا وكذا الشيني أبو البشر الشيني كذا الحديث طويل يعني بلا ما شرح بالتفصيل كان صيغة فروية أقل ذي المحنة أقل المدة أسنين كينا شغلين هو كينا زمينا القبض ربي سبحانه إنك ديجا عصيغ ذي الجنس اللي غالاز من بعد كي الخي الشيطان يوقتد ذي تونس هذا بين حصل صح سي بور سا احد العلماء اللي كي كان خرج ذي تونس باش انا وارث خام لاصه اخلص الجنة
أو ماشي تيزوزونا الجزائر الكرة الأرضية هنا فينا ثقالين عندنا فات إن شاء الله مما نكش من الجنة تقول غاديني الملائكة سؤال بس نو ذاين بركة وكسان كورة جديدة ونسال كورة خاطر مثلا في حظ بروميير سيسيون ها سيسيون دار 13 انت وزهرك صافي يوث يكفي من بعد سكوغ الوثيقه روحت الفلاني تنشكع الانبياء سيدنا ابراهيم واش كاع ثوال ميدي با سيدنا عيسى ان يا سيدنا الدين روحت كذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعه العظمى ذاك شو ديال النبي صلى الله عليه وسلم إن شوين راه يدعو الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامه هذا سن بشرى يعني يصفر حق النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه يمس يوم القيامه. في خاتمه القول ادينا بعض الناس يتفننون في الزيادات الحديث سلامس يا اخي ولكن تفنس الفنه باش نقصنا غا الزكدن امك مثلا ندير كاس تقيس مشي كيد دروسني عندنا من الدنيا هذه اللي اسمي عبد الرحيم اسكسن عبد اسمان الرحيم هكا عبد الوهاب اوهاب اتفدل لي اسمه سامبليفي سي فو اسمي عبد الوهاب ما الزايف لاش ابدل اسم وفرات مفهوم اش معنات الخير ايوا ولا قرات تفدل اسم وهاب ضرب سبحان الوهاب نغا رحيم ماشي ذا الرحيم ربي ذا الرحيم الور مثلا نشوف حكيت مثلا باش حكيت الور ويا تفنس الزياده الفنان الزياده مين يصير هذا الغرس بدينا الشيخ سمع الله لمن حمده لاش هادني مش هادينا الشيخ دايا ويا سيدنا ربنا ولك الحمد شكرا جزيلا كل مشي يرنوا سلمي الشكر كي غلا يرنوا شو اي غراسي شكرا جزيلا العفو ورنوا يا راه جيت كان كني ثلا الور ذي الاذان ويا تسفلس يثلفنا مد يبض اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه السد بلا طاز الدرجه رفيعه ولا شيء اكسيت لا تجوز وايضا ماشي لا كتيرنو دي زوبسيون اتيري ثنكاوث وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ولا تقل زياده اكسيت الرساكين نعم الله لا يخلف الميعاد ولكن اكسيت ولا شيت والسلام عليكم.